اختلفت الأقاويل والقصص حوالين تسمية هاي الأكلة. في ناس بتقول إنه إذا وحدة طبختها لحبيبها من كتر ما هي زاكية هاي الأكلة راح يتزوجها أو يطلب الزواج منها، لهيك سموها ماري مي تشيكن أو دجاج تزوجيني. مثل ما شفتوا الدجاج عندي صدور مسحبة، دقيتها شوي لحتى تصير قرق، بعدين غلفتها بالبهارات والطحين وقلبتها مع الزبدة وزيت الزيتون لحتى تتحمر ورفعتها على جنب. بنفس المقلاية رجعت ضفت شوية زبدة وقلبت فيها البصل المفروم الناعم والثوم المهروس والطماطم المجففة أو السان درايد توميتوز، وضفت كمان رب بندورة وقلبتهم سوا. رح نضيف مرقة دجاج شوي والكريمة وجبنة البارميجان والسبانخ، بنقلبهم شوي وبعدين بنرجع الدجاج لحتى يكمل استواء ومنزين بالريحان. بنرفع الدجاج على جنب وبنفس الصوص بنقلب فيه المعكرونة المسلوقة لحتى نقدمها مع الدجاج. عن جد الوصفة بتستاهل الاسم، لازم تجربوها. صحتين.